طنجة هي واحدة من أقدم المدن المغربية وأكثرها تميزاً. تقع في أقصى شمال المغرب عند نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهي مطلة على مضيق جبل طارق الذي يفصل بين القارتين الإفريقية والأوروبية. بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، لطالما كانت طنجة بوابة بين إفريقيا وأوروبا ونقطة اتصال حضاري وتجاري بين الشرق والغرب. تأسست طنجة منذ أكثر من 2500 عام، وقد مرت عبر فترات تاريخية متعددة، حيث تعاقبت عليها حضارات مختلفة مثل الفينيقيين والرومان والبيزنطيين والعرب المسلمين والبرتغاليين والإسبان. هذا التنوع الثقافي يظهر بشكل جلي في معمارها وتراثها، كما أن المدينة اكتسبت طابعاً دولياً خاصاً في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كانت تحت الحكم الدولي بين عدة قوى أجنبية. تتميز طنجة بوجود معالم تاريخية وثقافية بارزة مثل قصبة طنجة، وهي قلعة تاريخية توفر إطلالة رائعة على المدينة والميناء. كما تشتهر المدينة بمغارة هرقل الأسطورية التي تقع بالقرب من البحر، والتي يعتقد أنها كانت مقراً للبطل الإغريقي هرقل. هناك أيضاً متحف الفنون المغربية والقصبة الذي يعرض الفنون التقليدية والتاريخية المغربي. طنجة هي مدينة متعددة الثقافات، يعيش فيها خليط من العرب والأمازيغ والأوروبيين. شوارع المدينة القديمة تزخر بالأسواق التقليدية والمقاهي التي تقدم القهوة والشاي المغربي. كما أن الأدب العالمي حظي بنصيب من اهتمام طنجة، حيث كانت المدينة مصدر إلهام للعديد من الكتاب العالميين مثل بول بولز وجاك كيرواك. في السنوات الأخيرة شهدت طنجة تطوراً اقتصادياً سريعاً بفضل مينائها طنجة المتوسط الذي يعد من بين أكبر الموانئ في إفريقيا. كما أصبحت المدينة مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً في المغرب، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السياحة.
تعد مغارة هرقل وجهة سياحية مشهورة، حيث يقصدها السياح للاستمتاع بجمالها الطبيعي والتعرف على الأساطير المحيطة بها. المنظر الرائع للمحيط الأطلسي من داخل المغارة، إلى جانب قصص الأساطير والارتباطات التاريخية، يجعلها من أبرز معالم طنجة.